وانا خواتي السلام عليكم، لاباس عليكم؟ الامور هانيه، كلشي بخير. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله خارج المغرب وداخل المغرب. هذا الفيديو اخواني خواتي بالنسبه للخطوط الملكيه المغربيه، بالنسبه للانسان اللي غادي يمشي في الخطوط المغربيه الخطوط الملكيه المغربيه لابد يدير الاحتياط ويدير واحد يحضر راسو من هاد التصرفات ديال هاد الشركه، لان ولات كدير المعامله ديالها مع المسافرين شي معامله خايبه بالعربيه تعربت. هنا كاين واحد الخبر جا بالنسبه للناس اللي كانوا غادي يجيو من تركيا الى المغرب، وقع لهم واحد المشاكل كثيره معهم، غيرت لهم التوقيت وغيرت لهم حتى المطارات. ولهذا كاين بعض الناس اللي ضاعوا في ذاك الرحله اللي كانوا غادي يجيو فيها. هنا نلقى لكم هذا الخبر اخواني خواتي بالزربه. كيقول لك لم تخرج الخطوط الملكيه المغربيه بعد من الفوضى التي تعيشها في تدبير علاقتها مع زبنائها، حيث ما زالت الفوضى والارتجال تميز تدبير الشركة المغربية التي تحتل المركز 53 عالميا في ترتيب شركات خطوط الطيران الدولية. يأتي ذلك في ذروة موسم الصيف، حيث يكثر الطلب على السفر ويتنقل الملايين من دولة إلى أخرى عبر الخطوط الجوية، ومن بينها الخطوط الملكية المغربية التي أقلت 5 ملايين راكب السنة الماضية 2022، والتزمت بوضع قرابة 6.2 مليون مقعد نحو 90 وجهة خلال موسم الصيف الحالي. هنا اخواني خواتي كيقول لك بان الخطوط الملكيه المغربيه راه مازال عندها واحد الفوضى، وكدير واحد العلاقه مع الزبناء ديالها في واحد الفوضى، واحد الارتجال، بانها وهي عندها كتحتل المركز 53 في العالم. وبالنسبه للعام اللي فات كان جابت واحد 5 ملايين ديال المسافرين و 6.2 مليون ديال المقاعد من 90 جهه اللي جابت فيها الناس العام اللي فات ديال 2022. وهنا كيقول لك بلا غير أن تدبير الشركة لعلاقتها مع زبنائها لم تتغير منذ عقود، وبقيت الخدمة الأرضية وخدمة التواصل وتغيير مواعيد الطيران وعدم الوفاء بالتزامات الشركة اتجاه زبنائها هو السمة الطاغية على علاقة الغرام مع ملايين ممن اضطروا أو اختاروا الخطوط الملكية المغربية للوصول إلى وجهاتهم في مختلف دول العالم. هنا كيقول لك بين الشركات التدبير ديال العلاقه ديالها مع الكليان ديالها ولا الزبناء ديالها ما كيتغيرش هذه السنين وهذه عقود، نفس العلاقه ونفس المشاكل، لا في الخدمه ديالها ولا في التواصل ديالها ولا المواعيد ديالها ولا في الوفاء ديالها. وكذلك بان هذا الشيء طاغي على هذه الشركه هذه، ما عرفناش علاش. وهذا الشيء طاغي على هذه الشركه مع ملايين ديال الناس اللي كيضطروا باش يختاروا هذه الخطوط الملكيه المغربيه باش كيمشيو للدول اللي بغاو. يبرز ذلك بشكل مقلق اليوم حينما غيرت الشركة من توقيت رحلاتها المبرمجة من اسطنبول تركيا إلى الدار البيضاء، بل وغيرت حتى المطار دون إعلام زبنائها برسائل نصية على هواتفهم أو اتصال مباشرة أو حتى رسائل عن بريد إلكتروني. هنا إخواني خواتي وقع واحد المشكل. الخطوط الملكية غيرت البرنامج ديالها من اسطنبول تركيا الى الدار البيضاء، وغيرت حتى المطار اللي كانوا الناس غادي يمشيو فيه، ومعلوماتهم لا في التليفونات ديالهم ولا في التواصل المباشر او حتى في الرسائل ديال البريد الالكتروني في الايميلات ديالهم. دارت داكشي الراسه بلا ما تعلم حتى شي واحد. وهكذا استبدالت الخطوط الملكية المغربية توقيت الطيران من الساعة 3:05 زوالا من مطار صبيحة كوكجين الدولي، حيث كان الوصول إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء محدد في الساعة 6 من مساء اليوم، ليصبح موعد إقلاع الرحلة في توقيتها الجديد هو الساعة 6:10، ليكون الوصول إلى مطار محمد الخامس على الساعة 9:10 كما هو مبرمج. هنا اخواني خواتي التوقيت بدلاتو للناس، كانوا الناس غادي يجوا مع 3:05 ديال العشيه من مطار الصبيحه كوكجين الدولي، باش غادي يكونوا في الدار البيضاء مع 6 ديال العشيه في نفس النهار. ولكن هي غيرت التوقيت. التوقيت ولا غتقلع من تمايا حتى ل 6:05، وغادي يوصلوا الناس في المطار محمد الخامس حتى ل 9:05 ديال الليل.
وهنايا كيقول لك بان بل الاكثر من ذلك، فان الشركه غيرت حتى مطار اقلاع كما هو موجود في الرحله عند حجز الزبائن لتذاكرهم، حيث موجود على جميع تذاكر الرحله ان الاقلاع سيكون مطار صبيحه كوكجين الدولي الموجود في الجانب الآسيوي من مدينة اسطنبول، ليتم تحويل الرحلة إلى مطار اسطنبول الدولي الموجود في الجانب الأوروبي، والذي يبعد عن مطار صبيحة بحوالي 75 كيلومتر أو ساعة وربع بالسيارة. هنا حتى المطار غيرته بلا ما تعلم حتى شي واحد، بلا ما علمت الناس، لأن الناس مشاو للمطار ديال صبيحة تما فاش كانوا غادي يركبوا، هي بدلات المطار مشات للجهة المطار اسطنبول الدولي اللي كيوجد في الجنوب الأوروبي، والمطار صبيحة كيوجد في الجانب الآسيوي، وكيبعد هذا المطار اللي غيرته الخطوط الملكية على مطار صبيحة ب 75 كيلومتر، ولا تمشي في الطوموبيل بساعة وربع ديال الطريق. هادشي راه بزاف هادشي. وقع كل هذا التغيير دون أن يحصل زبائن الرحلة من مغاربة وأجانب على تحديثات تغيير التوقيت والمطار التي كان يجب أن تعمل الشركة أن تعلم بها زبنائها لهذه الرحلة، وهو ما لم تفعله الشركة إلى حدود كتابة هذا التقرير على الساعة 2 زوالا بتوقيت تركيا منتصف اليوم بتوقيت المغرب، وهو ما يجعل العديد من الزبائن مرشحين لتضييع رحلتهم اليوم نحو الدار البيضاء بسبب الفشل الذريع في تحمل الشركة لمسؤوليتها تجاه زبنائها. هنا إخواني أخواتي بأن هذا التغيير اللي دارته الخطوط الملكية المغربية مع المغاربة ومع الأجانب، كما كيقولوا هنايا بأن كان خصها تعلم الناس قبل ما يجيو، ولهذا باقي داكشي هو هذاك، ما كاين حتى شي تغيير. داكشي اللي غديرو الشركه راه دارتو بلا ما تعلم حتى شي واحد. وهذا ولم تتوقف مشاكل الخطوط الملكية المغربية مع زبنائها في حدود تغيير توقيت الرحلات أو مطارات الإقلاع دون إعلام، بل تعدى ذلك بتخصيص طائرات رديئة استأجرتها الأرام من شركات HLFLY، وهي خطوط طيران شارتر برتغالية راخصة بخدمات رديئة. استأجرت الخطوط الملكية المغربية من العديد من الطائرات لدعم أسطولها الغير كافي بعد بيع الرارام ل6 طائرات كانت ضمن أسطولها بعد جائحة كورونا، لتضطر لكراء طائرات من شركات شارتر لتلبية طلبات الصيف المرتفعة على السفر. هنا إخواني أخواتي بأن الرارام تعدات على ذاك الحدود كاع اللي كانت اللي دارت مع الناس، وجبت شي طائرات رديئة ما فيها ما يتشاف، اشتريتهم من الشركات ديال HLFLA شارتر من ديال البرتغال، ما فيهم ما يتشاف دوك الطائرات وكيتكرفسوا فيهم عباد الله. وكانت الأرام قد استأجرت 8 طائرات إضافية لدعم أسطولها الجوي بخدمات رديئة في الجو على مستوى الأكل وخدمات أرضية أكثر رداءة، حيث استهتار الكبير بالزبائن ممن تضعهم الشركة في مواقف صعبة دون تواصل أو تقديم خدمات يحتاجونها، خصوصا في المطارات الأجنبية، حيث جميع خطوط الاستعلام دائما خارج الخدمة، وخدمة البريد الإلكتروني غير مفعلة، وهواتف المسؤولين عن التواصل في الشركة ترن دون مجيب. بأن إخواني أخواتي احذروا راسكم مع هذه الشركة ديال الأرام، بأن قالك استأجرت واحد 8 طائرات باش تضيفهم للأسطول ديالها، الخطوط الجوية ديالها ما فيهم ما يتشاف، وما فيهم ما كيركبوا فيهم ناس كيتكرفسوا فيهم، لا في الماكله ديالهم ولا حتى في اي حاجه، ما كيوفروش الخدمات اللي كيحتاجوها الناس، وكذلك حتى في المطارات الاجنبيه ما كيلقاوش ديك الخدمات اللي هي خصها تكون. وبالنسبه قال لك حتى البريد الالكتروني ديال المسؤولين ما خدامش، والهواتف ديال المسؤولين كيصونيو ولكن ما كيجاوبوش باش يحلوا هذا المشكل مع الناس. ولهذا الخطوط الملكية المغربية ما بقاش عندها واحد
المعامله مع الناس اخواني خواتي. انا جيت فيها بكل صراحه، هذا واحد 3 ايام وطلبوا مني الروتور، وانا عمري ما انايا ما خلصت الروتور في اي طائره، وكنت جيت فيها حتى هي في 2021 ما خلصتش الروتور، ولكن هذه المره ضغطوا عليا قالوا لي خصك لابد باش تخلص الروتور عاد تمشي. هذه المعامله اخواني خواتي مع هذه الشركه، الانسان يحضي راسو، وقبل ما تمشيو لابد خصكم الى قطعتوا فيها خصكم ضروري تبحثوا وتسقسيو قبل ما تمشيو، لان كما كتشوفوا بان ما غيروا التوقيت وغيروا المطار وغيروا كل شيء، والناس ما مشاو ما عرفوش فين غادي يمشيو. هذا هو اخواني خواتي، الى اللقاء مع السلامه، الى فيديو مقبل ان شاء الله.